بيبدأ فيلمنا ببنت مثقفة جدا وبتحب القراية ومن عيلة كبيرة اسمها يوجيني. وهنا بتحضر جنازة الكاتب الفرنسي فيكتور هوجو اللي دايما متابع رواياته. يوجيني بترجع بيتها وبيسألها باباها كانت فين، فمش بتصرحه بالحقيقة وبتقوله إنها كانت في زيارة لصاحبتها المريضة. بيظهر أخوها سيو في مشهد وهو بيقول لباباه إن بكرة عنده مناقصة ومش هيكون موجود. يوجيني مجرد ما بتعرف إنه خارج فبتقوله إنها عايزة تروح معاه، فبيوافق. لكن باباها بيعترض وبيرفض إنها تروح معاه. يوجيني بتدخل الحمام وبتحس إن في حد معاها وبيقرب منها، فبتقلق وبتغسل وشها علشان تفوق نفسها. وفجأة بتبص بتلاقي جدتها قدامها وبتسألها عن سبب وقوفها، وبتمسك ايديها وبتوصلها لأوضتها. سيو بيستعد لشغله وبيركب العربية وبيتفاجئ ان اخته راكبة العربية ومستنياه، فبيقول لها انها كده هتعمل مشكلة ولازم تنزل حالا. يوجيني بتعرفه انها مش هتروح معاه وانها بس عايزاه يوصلها للمكان اللي دايما بتروح تقرا فيه، وبتقوله انها هترجع البيت قبل ما يجي باباها من الشغل. فبيوافق سيو انه يوصلها لانه بيحبها جدا، وبتوصل المكان وبتقعد تقرا. أرنست بيتعرف عليها وبيقول لها إنه بيحب القراية زيها وبيديها كتاب عن الأرواح تقراه. بتخلص القراية وبتروح بيتها قبل ميعاد وصول باباها. بتقعد بالليل تقرا كتاب الأرواح بتركيز. أخوها بيدخل عليها وبيلاقيها مندمجة لدرجة إن ما حستش بوجوده. بيسألها عن الكتاب اللي بتقراه وبتقوله إنه كتاب بيتكلم عن الأرواح، وبتفضل يوجيني كل يوم بتقرا في الكتاب. بيجي مشهد وهي مع جدتها وبتسرح لها شعرها، وفجأة بتبص ناحية مكان معين وجدتها بتكلمها وهي مش بترد. وبتلاقي نفسها بتروح عند درج جدتها، بتفتح الدرج وبتطلع منه سلسلة. جدتها بتتفاجئ وبتقول لها ازاي السلسلة دي موجودة، دي كانت ضايعة من 40 سنة، وكانت فاكرة ان الشغالة سرقتها وان جدها كان هديها بالسلسلة دي. وبتسألها انت عرفتي مكان السلسلة دي ازاي. يوجيني بتقول لها ان جدي هو اللي قال لي على مكانها. فجدتها بتستغرب لان جدها ميت من سنين. بيعدي يومين ومامة يوجيني بتدخل تصحيها من النوم وبتقول لها انها تقوم وتلبس وتحضر نفسها. لكن يوجيني بتلاقي مامتها بتعيط، فبتسألها عن سبب عياطها. فمامتها حضنتها وبتقول لها انها تجهز علشان هتركب مع باباها واخوها العربية. بنروح لمشهد العربية وبنلاقي ان اخوها قاعد حزين وبيبص لها، وبعد ما مشيوا بتبص من شباك العربية فبتشوف بنت شكلها مريض نفسيا، وهنا بتفهم انه هيودوها مصحة نفسية. يوجيني بتعيط وبتتحايل على باباها انه ما يوديهاش المصحة، وبتترجى اخوها انه ما يسيبهاش، واخوها للاسف قاعد مش عارف يعمل حاجة. بيجي 2 ممرضين بياخدوها وبيدخلوها، وهنا باباها بيقابل كبيرة الممرضين جينيف وبتديله الأوراق الخاصة بدخول يوجيني المصحة وبيمضي عليها. جينيف بتعمل تشيك على يوجيني وبتتأكد إن ما عندهاش أي أمراض. بياخدوها على العنبر بتاعها وبتلاقي واحدة في العنبر فبتتعرف عليها وبتعرف إن اسمها لويس. لويس بترحب بيها وفي نفس الوقت بتتكلم معاها علشان تخفف عليها. يوجيني بتسأل لويس عن سبب دخولها المصحة، فبتقول لها إن باباها ومامتها توفوا من وهي صغيرة وعاشت مع عمتها، وإن زوج عمتها أهانها وبسبب كده جالها صدمة عصبية، فما صدقت عمتها ودخلتها المصحة من غير حتى ما تعالجها. تاني يوم بيدخلوا ممرضات وبياخدوا لويز من العنبر علشان دكتور شارك عايز يعمل عليها تجربة تنويم مغناطيسي، وطبعا بيكونوا حاضرين كتير من الدكاترة عشان يشوفوا التجربة، ومن ضمنهم دكتور جون اللي بيتظاهر قدام لويز انه معجب بيها. بتبتدي التجربة وفعلا لويز بيغمى عليها وبتقع على الأرض وبيجيلها تشنجات. بيجوا الممرضين وبياخدوها علشان ترتاح، وجينيف بتكون جنبها علشان تخلي بالها عليها. بيجي دكتور جون وبيطلب من جينيف انها تمشي دلوقتي وتسيبه مع لويس شوية. بيقعد مع لويس وبيوعدها انه هيتجوزها قريب، وهي بتصدقه وبتبقى فرحانة جدا، لكن في الحقيقة هو عايز يعمل عليها تجارب. بتروح جينيف تطمن على المرضى، وهي رايحة وجاية بتشوف يوجيني واقفة عند الشباك فترة طويلة، فبتستغرب وبتسألها عن سبب وقفتها. يوجيني بتبص لها وبتقول لها ان كان عندك اخت اسمها بلين. جينيف بترتبك وبتقول لها اسكتي ما تتكلميش في الموضوع ده. يوجيني بتقول لها بليند معانا في الأوضة دلوقتي وبتكلمني. جينيف بترتبك اكتر وبتقول لها اسكتي بدل ما اديكي مهدد. يوجيني بتوصف لها شكل اختها وبتقول لها لو انت مش مصدقه ومش مؤمنه بعالم الارواح ليه كنت بتكتبي الاف الجوابات لاختك ومحتفظه بيها عندك لغايه دلوقتي. جينيف بتحزن وبتتاثر بكلامها وبتمشي فورا، واول ما بتوصل اوضتها بتطلع صندوق الجوابات وبتفتكر ذكرياتها مع اختها وبتبقى حزينه على موت اختها. بنيجي المشهد الدكتور وهو بيتابع حاله يوجيني وبيقيم حالتها على انها حاله هستيريه، لأنها بتأكد لهم دايما
إنها بتتواصل مع الأرواح، وهنا بيكتب لها على أصعب علاج لحالات الهستيريا، وبيكون العلاج صندوق المائي كل أسبوعين. الصندوق بيكون مليان تلج بيحطوا عليه المريض خصوصا في الشتاء، وبيجي اليوم اللي بيحطوا يوجيني في الصندوق وبتكون هتموت من السقعة والبرد. سيو بيكتشف ان اخته ما خدتش معاها الكتاب المفضل، فبيقرر يروح المصحة وبيقابل جينيف وبيديها الكتاب تديه لأخته، وبتقوله ان الكلام ده ممنوع في المصحة، فبيترجاها ان تاخد الكتاب وتديهولها، فبتوافق وبتاخده وبتلاقي الكتاب عن الأرواح وبتقرا فيه وبتتأكد منه ان يوجيني في اي وقت بتتكلم مع الأرواح وبتتواصل معاهم. جينيف بتروح عند يوجيني وبتعرفها ان اخوها جه هنا وسأل عليها وساب لها الكتاب ده. يوجيني فرحت، بس جينيف بتقول لها انها هتديهولها لكن بشرط انها تخليها تكلم اختها. يوجيني بتقول لها لو عايزه تكلمي اختك ساعديني ان امشي من المصحه، لانك عارفه ومتاكده اني مش مريضه. جينيف بترد عليها وبتقول لها انها هتحاول وهتعمل كل اللي في وسعها علشان تطلعها من المصحه. جينيف بتستنى لما الكل ينام وبتروح ليوجيني وبتصحيها وبتقول لها انها تخليها تتواصل مع بليندن اختها. يوجيني بتمسك راسها فجاه وبتقول لجينيف ان بليندن بتقول لها ان باباها حصل له حاجه دلوقتي وهو في المطبخ ولازم تروح له حالا. جينيف بتسيبها وبتجري تروح لباباها وفعلا بتلاقيه مجروح. باباها بيتفاجئ انها جت وبيقول لها ان وصولك دلوقتي يعتبر معجزه، فبتقول له انها تواصلت مع بليندن اختها وان هي اللي قالت لها انه تعبان. طبعا باباها مش بيصدقها لكن بتسعفه وبتسيبه وبترجع تكمل شغلها في المصحه. بنيجي المشهد وهما بيكشفوا على يوجيني وبيلاقوا ان عندها مشكله في بطنها. في الوقت ده لويس بتكون على سريرها وبيدخلوا عليها مجموعه دكاتره ومعاهم دكتور شارب، ولويس نايمه على السرير. يوجيني بتسمعهم وهما بيقولوا ان لويس جالها شلل نصفي بسبب التجارب اللي بيعملوها. يوجيني بتتصدم وبتصرخ في شاركو وبتقوله انه السبب في اللي حصل للويس من التجارب اللي بتعملها. فدكتور شارك بيأمر الممرضين ان يطلعوا العنبر بتاعها فورا، وفعلا دكتور جون بيخرجها. جينيف بتسأل دكتور شارك وبتقول له هيعملوا معاها ايه، فبيرد عليها وبيقول لها انها لازم تروح غرفة العزل فورا علشان بقت خطر على نفسها وعلى المصحة. فبتعرض عليه انها هي اللي هتتعامل معاه وهتعتني بيها، لكن شارك بيرفض وبيقول لها ان الممرضة جين هي اللي هتكون مسؤولة عنها. وفعلا الممرضة بتاخدها في أوضة معزولة. يوجيني بتكون متوترة وخايفة ونفسها ما بيكونش منتظم من كتر الخوف والقلق اللي حاسة بيهم. الممرضة بتقفل عليها الشباك اللي كان بيدخل لها ضوء بسيط كنوع من العقاب. بعد يومين جينيف بتروح لها وبتفتح لها الشباك وبتشكرها انها خلتها تروح لباباها وبتقول لها انها مصدقاها وهتساعدها قريب. المشهد اللي بعده جينيف بتتكلم مع يوجيني علشان تقيم حالتها، فبتقول لها ان مامتك موجودة دلوقتي وبتقولك ان السبب في دخولها المصحة. فالممرضة بتقول لها بكل ثقة ان كل الناس عارفة ان مامتي كانت مجنونة. فيوجيني بترد عليها وبتقول لها انها عارفة اللي عملته في ابنها. فالممرضة بترتبك وبتتعصب وبتمسك رقبتها علشان تخنقها، لكن مسكت نفسها وسابتها ومشيت. جينيف بتتفق مع مريضة تسرق مفتاح غرفة العزل وفعلا بتسرقه وبتاخده وبتروح ليوجيني وبتقول لها من ورا الباب انها عايزة تتواصل تاني مع اختها بليندن لان ممكن تكون دي اخر مرة تتواصل معاها. فعلا بتتواصل معاها وبتقول لها ان بليندن بتحبها وبتتمنى لها السعادة وان دايما حواليها في كل مكان. جينيف بتشكرها انها خلتها تتواصل مع اختها، وفجأة بتيجي جين الممرضة وبتقول لها انها تجيب المفتاح. جينيف بتقول لها ازاي سايباها ضعيفة كده ومش بتهتم باكلها وازاي هزيلة بالشكل ده، وانها هتروح لدكتور شارك علشان تشتكي له من اهمالها. فعلا بتروح له وبتقول له ان جين اتغيرت وبقت مطيعة جدا وهادية، لكن بتكون ضعيفة وهزيلة جدا، وبتقترح عليه انه ترجع العنبر بتاعها تاني. فبيوافق لكن بيقول لها انها هتبقى مسؤولة عنها. جينيف بتخرج يوجيني وبترجعها العنبر بتاعها وبتشوف لويس قاعدة على السرير وما بتتحركش وبتسلم عليها. هنا بتقرر جينيف انها تساعد يوجيني انها تهربها. بتبعت لاخوها سيو انه يحضر الحفلة التنكرية السنوية للمصحة وبتعرفه انها هتهرب اخته. بيجي سيو وبيشوف اخته وبيرقص معاها. جينيف بتستعد انها تهربه وجين قاعدة بتراقبهم من بعيد، لكن فجأة بيختفوا من قدامها وبتكون جينيف مجهزة لهم لبس تاني علشان يلبسوه وما يتعرفوش. بس وهم بيمشوا جين بتشوفهم وبتمسك يوجيني علشان ترجعها لكن ما بتعرفش. وهنا جينيف بتخرج يوجيني وسيو ويوجيني بتقول لها انها تيجي معاهم وتسيب المصحة، لكن جينيف بتقول لها ان لازم يركبوا العربية فورا ويمشوا. جين بتيجي ومعاها الحراس، لكن جينيف بتقفل عليهم باب المصحة وبترمي المفتاح بره. وهنا بتؤمر جين الحراس انهم يمسكوا جينيف وبتقول لها انك اكيد اتجننتي. وهنا بيدخلوا جينيف المصحة كمريضة. يوجين بترجع لحياة الحرية وبتبعت لجينيف رسالة وبتقول لها ان بليندن جنبك دايما
ومعاكي في كل لحظة، وإن يوجيني بتحبها زي بلندن بالظبط، وبتشكرها على إنها السبب في رجوع الحياة. وهنا خلص فيلمنا، وأشوفكم في فيلم جديد.